المنور وإبراهيم حبوب. بساحة باب الحد بالرباط كانت البداية. الساعة تشير إلى 11 صباحا. أعضاء عدد من الهيئات الحزبية والنقابية والمجتمع المدني بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان المحظورة لبوا نداء المشاركة الذي دعت إليه تنظيمتهم. المسيرة الوطنية عرفت مشاركة بعض أحزاب اليسار وأقصى اليسار كحزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكية، بالإضافة إلى الحزب المغربي الليبرالي وتنسيقية الوطنية للشبيبة الاتحادية وفيدرالية اليسار. كما شارك في المسيرة نقابي المنظمة الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، بالإضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني الأخرى ومنها القادمة من الحسيمة. انطلقت المسيرة عند منتصف النهار وجابت شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس في اتجاه البرلمان، وقد فضل أعضاء العدل والإحسان السير في هذه المسيرة بمعزل عن بقية المشاركين الذين احتلوا الصفوف الأولى للمسيرة. المشاركون والذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف رفعوا شعارات تنادي بالاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية التي رفعتها ساكنة الحسيمة منذ 7 أشهر، تطالب بمبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والقطع مع اقتصاد الريع، بالإضافة إلى المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها المدينة. مسيرة اليوم والتي عرفت حضورا مكثفا لقوات الأمن دون تسجيل أي تدخل تأتي تضامنا مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده مدينة الحسيمة.